لي زيفينمون تاع غردايا 2014. هاد الصور والفيديوهات الموثقة اللي تبين تواطؤ الفاضح لقوات الأمن الجزائرية المتمثلة هنا في الدرك الجزائري لي جندارم، راهم يقدموا الحماية لهؤلاء العصابات الإجرامية اللي راهم يقتحموا المنازل النظاميين الأمازيغ اللي تهجروا. وشوفوا كيفاش راهم يكسروا في باب المنزل في هذا الشارع الحي تاع نزاب، يقتحموا بالأسلحة البيضاء والآلات الحديدية. والدرك هو اللي يقدم لهم الحماية ويقود هذه الهجمات الممنهجة لتهجير نزاب وخلق بؤرة التوتر والاقتتال الطائفي في نزاب. وهذه أدلة قاطعة، وكما نشوفوا بدل ما تكون هذه القوات محايدة وتفرض الأمن وتفرض القانون وتعتقل المجرمين وتحبس المشاكل، ولكن هم اللي كانوا يعني يثيرون بؤرة التوتر والاقتتال مع الملثمين كما نشوفوهم ومع العصابات الإجرامية والمرتزقة اللي هم تابعين لهؤلاء القوات. وكذلك ولو تم اعتقال بعض المجرمين كما نشاهدوا هنا، اعتقل واحد من دارك، اعتقلوا 3 من المجرمين في منطقة أخرى وجابهم لهنا، ولكن يجي قائد الدارك كما نشوفوه وهو يطلق كولونيل برتبته ويطلق السراح نتاعهم. وهذا دليل قاطع أنه هو هذا القائد الدارك هو اللي كان يقود الهجمات الممنهجة العنصرية ويعتقلوا بكل عنصرية الشباب المزابي اللي كان يدافع على الممتلكات والحرمات وحتى الشيوخ في المنازل. مع اعتقالهم وكاين منهم اللي مات داخل السجن بسبب هذا الاعتقال التعسفي.